حكاية قديس وشهيد كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن عيد الغطاس، وهو من الأعياد السيدية الكبرى. المعمودية هي الميلاد الثاني. كان يوحنا المعمدان بيعمد في نهر الأردن، ولما كان بيعمد جه ليه رب المجد يسوع المسيح، فأول ما شافه يوحنا قال هذا هو الحمل الله الذي يرفع خطية العالم. وفي الوقت ده طلب رب المجد من يوحنا ان هو يتعمد منه، فرد عليه يوحنا وقال له انا ما استاهلش ان انا افك حذائك، انا محتاج ان انا اتعمد منك. لكن يسوع قال ليوحنا حتى يكتمل كل بر، وهنا كان يقصد اني انا اكون نفذت الناموس، ما قصرتش في اي حاجه في الناموس وما خالفتش حاجه في الناموس. واتعمد بابا يسوع على يد يوحنا المعمدان، وهو بيتعمد ظهرت الاقاليم الثلاثه، الاب والابن والروح القدس. الاب كان على هيئه صوت من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب، والابن كان رب المجد يسوع المسيح في نهر الاردن، لكن الروح القدس كانت على شكل حمامه. طب واشمعنى نهر الاردن بالذات اللي هو كان يوحنا بيعمد فيه؟ علشان نهر الاردن كان ليه ذكرى من العهد القديم، ان كان بني اسرائيل بعد موت موسى ربنا وعد يشوع ابن نون ان هو ياخد الشعب ويعدي بيه نهر الاردن علشان يروحوا ارض الموعد. وفي الوقت ده عدوا فعلا بالشعب، مع ان نهر الاردن كان فيه حته اسمها المصب او المنبوع، وكانت دي دايما بتبقى فيها ميه كتيره قوي، علشان كده غرقوا. لكن ربنا خد بني اسرائيل وخد تابوت العهد، ويخلي الكهنه يشيلوا تابوت العهد والشعب يمشي وراهم، تختار من كل سبط من الاسباط رجل، وتخلي الرجل ده هيقوى ماشي، وعلشان يعدي ارض الموعد هيشيل حجر من نهر الاردن او من الصخره بتاعت نهر الاردن. وفي الوقت ده فعلا تحققت، ولما عدوا بكل سلام وما حصلش اي حاجه ونجاهم ربنا. وبرده علشان نهر الاردن هو النهر اللي اتعمد فيه نعمان السورياني لما نزل علشان يغتسل، لما طلب من إليشع قال له ان انا عايزك تصلي لي، فإليشع قال له روح اغتسل الاول. ولما نزل نهر الاردن اغتسل فعلا ورجع جلده زي بعضه، لان هو كان عنده برص في الوقت ده وربنا شفاه. بركه عيد المعموديه او الغطاس او الظهور الالهي تكون معانا، ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين.